يعطيكم العافية حبايبي المشاهدين. اليوم إن شاء الله بيساوي لكم نزلت الزهرة. هلا عنا المقادير. عندي زهرة مقطعة، طبعا مقطعة بشكل كبير، وعندي جرزة كزبرة خضرة، وعندي توم، وعنا لحمة ناعمة قد ما بترغبوا طبعا لحمة، وعندي معجون بندورة. هلا معجون البندورة اختياري اخواتي، اذا بترغبوا بتحطوا. هلا اخواتي نبلش بالطريقة. اخواتي نحط شوية زيت نباتي، ونحط الدهنة واللحمة. نحط اول شي الدهنة، نحط الدهنة. هلا نستنى الدهنة لحتى تذوب. هلا بنحط لها شوية ملح، نستناها اخواتي لحتى تذوب، بعدين بنحط اللحمة. ذابت عنا الدهنة مثل ما شايفين، بنحط اللحمة. هون اخواتي بعد ما قلبنا اللحمة بنحط لهم ربع معلقة من الفلفل الاسود. بعد ما قلينا اللحمة بنحط الثوم. هون اخواتي انا تركت كمية قليلة من الثوم، وتركت كمان شوية كزبرة. اخواتي بعد ما قلينا الثوم مع اللحمة بنضيف الكزبرة ونطفي الغاز عليهم. هون اخواتي نحركهم مع بعض. نطفي الغاز عليهم اخواتي. هون اخواتي نبلش نقلي الزهرة. بسم الله. اخواتي عنا بعد الزهرة ما قليناها، هلا بنضيفها بسم الله على اللحمة والثوم والكزبرة. اخواتي بعد ما حطينا الزهرة على اللحمة والثوم والكزبرة بنضيف مي. طبعا اخواتي المي بدها تكون غمر الزهرة، بدنا نغمرهم بالمي. بسم الله. هون اخواتي بنضيف الملح مثل ما قلت لكم، نغمر الزهرة بالمي. بسم الله. اخواتي هلا بنتركها تقريبا 10 دقائق، بعدين بنحط معجون البندورة، واللي ما بيحب اخواتي يحط معجون بندورة على رغبته. هون اخواتي بعد تقريبا 7 دقائق بنحط معجون البندورة. هيك اخواتي بنتركهم تقريبا 10 دقائق لحتى تستوي الزهرة طبعا ويتعقدوا، بعدين نسكبهم ان شاء الله. هون اخواتي بسم الله نبلش سكب. بسم الله. هلا اخواتي اللي بيحب برغل كمان حمص مجبن منه، يعني بيستغني عن الرز طبعا. بسم الله. هيك اخواتي عنا الاكله خلصت. ان شاء الله يا رب الاكله تعجبكم اخواتي، والف صحه وهنا.